احنا جايين النهارده عشان نصور اكبر مول هنا في العاصمه تبليسي. انتوا مش عارفين الجو عامل ازاي، بس لازم نصور. يلا بينا. احنا الاثنين 140 كيلو هنطير. الناس كلها بتجري على فكره. طبعا بيجهزوا كده زي ما انتم شايفين عشان احتفالات راس السنه والكريسماس. هنا في عندنا محل لوكا بولاري، احسن ايس كريم في جورجيا كلها. هنا بقى في المول في مكان للالعاب، هننزل نصوره دلوقتي تحت. لو حد كبير معاش طفولته فالمكان ده هيحس فيه بكل حاجه حلوه، لان زي ما انتم شايفين كده مليان العاب، وفي بولينج جوه وبلياردو وكل حاجه انت عايزها. هندخل دلوقتي نلعب بلياردو. يلا بينا. مول ايست بوينت واحد من افضل الاماكن في تبليسي ان انا بحب ازورها، العب بلياردو، بولينج، خروجه حلوه مع صحابي وكده. فالاجواء جميله جدا، ومش بس لعب وكده، ده كمان ان انت ممكن تتمشى وتشوف المحلات والعروض اللي هم عاملينها. في مول كبير مليان محلات زي ما انتم شايفين. يلا بينا. وبما ان ده اكبر مول فعندهم اكبر كرسي كده، شايفين قد ايه؟ ومن 15 ديسمبر لحد 10 يناير بتبقى في احتفالات في المول هنا بمناسبة راس السنة وأعياد الكريسماس. وأي حد ناوي يزور جورجيا فأنصحه اللي هو يجي المول ده، هتستمتع جدا وهتشتري حاجات حلوة جدا. الحلو في المول ده اللي هو فيه شوارع تقدر تعمل شوبينج وتتمشى، تلعب مثلا، في مطاعم هنطلع نشوف الفود كورد عامل ازاي. فالأجواء هنا تشبه أجواء باريس كده، إن أنت بتتمشى وبتعمل شوبينج في نفس الوقت. المول عشان مفتوح فالأجواء في الشتاء بتبقى هوا حبتين تلاتة كده. في كارفور هنا كمان، وفي محلات إلكترونيات، موبايلات، لابتوبات، وفي محلات تقدر تشتري منها عفش البيت والأجهزة والكلام ده كله. فالمول هنا متكامل، كل دي محلات، وكارفور كبير جدا، واللي حوالينا ده كله باركينج للعربيات، وفي كمان محلات قهوة وأجواء. المول هنا جامد جدا الصراحة. في محلات ساعات وفضة ومشغولات يدوية، وهنا بقى زومر، تلاقي التليفونات، البلاي ستيشن، الكلام ده كله. وكمان في بنوك داخل المول عشان لو عايز تخلص اي معاملات مالية، ومحلات كتير. فانا شايف ان المول هنا متكامل جدا، واللي هو ينفع خروجة يوم كامل. النهارده بقى هناكل ايه؟ اكل صيني، رز بالسي فود. هو المحل صيني بيبيع سوشي بقى والكلام ده كله. احلى حاجه في المول هنا اللي فيه فود كورد كبير، وفي محلات كتير، في مطاعم بيتزا مثلا ايطالي، في برجر، في ويندوز، في مطاعم كتير، وفي كمان سينما عشان لو عايز تدخل السينما وكده. فالاجواء هنا الصراحه جميله جدا. في قعدات كمان هنا للناس اللي بتحب تدخن وكده، تجيب القهوة بتاعتهم من جوه وتيجي تقعد هنا. بس طبعا الجو ساقع دلوقتي. شايفين الأنوار عاملة ازاي عشان الكريسماس وراس السنة، مظبطين كل حاجة هنا. والفيو اللي هناك بقى الجبال والمناظر الطبيعية الجميلة زي ما شايفين كده الأنوار. وجورجيا واحدة من أجمل الدول اللي بتستعد لاستقبال السنة الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله سنة سعيدة على الجميع.